آه، شكرا على هذه الاستضافة. في البداية أولا كنشوف أنا العمل اللي قمت به البلدية مؤخرا في دورة أكتوبر بإلغاء اتفاقية شراكة مع جمعية بسم الله، يعني يمكن أن أصف هذا القرار يعني قرار سبياني، قرار غير مسؤول، قرار يتنافى مع التوجهات الملكية السامية اللي تلح على يعني وضع اتفاقيات شراكة بين المجتمع المدني والجماعات أو المجالس المنتخبة. وللأسف أنه كما قلت بأنه يعني إلغاء اتفاقية شراكة اللي كتعلق مع جمعية بسم الله أكبر وأنشط الجمعيات بمنطقة الريف ومنطقة بن طيب على الخصوص، هو دليل على أن هذه المجلس البلدي ببن طيب يعمل كما قلت في بعض وسائل الإعلام بمنطق المحسوبية والزبونية أو يعني الاستحواذ على الجمعيات. فكما كنعرفوا بأن جمعية بسم الله هي أول جمعية قامت بإنشاء اتفاقية شراكة مع البلدية تضم يعني 4 صفحات أشرف عليها السيد العامل صاحب الجلالة على إقليم الناظور السيد عبد الواحد الفتيت، وهي كتضم مجموعة من بنود هذه الاتفاقية. وهذه الاتفاقية الشراكة هي اتفاقية في إطارها العام، إلا أنه منذ إنشاء هذه الاتفاقية لم يتم إضافة أي شراكة في مجال معين. وبما يتعلق بالدعم نتاع الجمعيات كنأكد بأن البلدية بن طيب عطات دعم للجمعيات لا تتوفر على اتفاقية شراكة ولا تتوفر على أنشطة ببن طيب ولا تتوفر حتى على بعض الملفات القانونية، وهذا غادي يجي الوقت ديالها نكشفوا عليها بالمعطيات. كما كنأكد أن بعض الأعضاء تحدثوا على أن جمعية بسم الله عندها خروقات، مزيان أننا البلدية تأخذ المبرر عدم إلغاء اتفاقية شراكة بمبرر أنه كاين خروقات في الجمعية. أنا كنطالب كمجتمع مدني وكرئيس لجنة متابعة الشأن المحلي ببن طيب بإفادة لجنة التحقيق من مجلس الاستشارة من مجلس الأعلى للحسابات باش تراقب هذه الجمعيات بسم الله وتراقب حتى البلديه ديال بن طيب، وعلى الخصوص الملايين اللي كتخرج لهذه الجمعيات. هذه اولا. فيما يتعلق بمشروع محاربه الاميه فجمعيه بسم الله عندها 20 قسم في هذا الجانب في اطار اتفاقيه مع وزاره التعليم. ما يتعلق بمشروع محاربه الاميه في المشروع اللي كتعتبرها البلديه ملك ديالها بانها مركز التربيه والتكوين، فاحنا كنطالبوا ماشي تبلع الباب على جمعيه بسم الله، وانما كنطالبوا باش تبنيها بالحيط، تغلق هذيك القاعه ديالها واللي هي في ملك ديال هذه البلديه، ولكن ما غاديش تضيع هذه الاتفاقيات الشراكه اللي توقعت مع البلديه ماشي مع القديري ولا مع الفضيلي. وبالتالي ان هذه الاتفاقيه هي اطار عام، ماشي حنا ننتظروا هذا المجلس يخوي عاد تجي بلديه جمعيه من جديد وتوقع اتفاقيات جديد. راه الا توقعت هذه الاتفاقيه وبقات في البلديه راه ما كتعطي لا اضافه ولا قيمه مضافه لا للجمعيه ولا للبلديه، حتى الا وقفت هكا بحالها بحال باقي الجمعيات. علاش غادي نناقلوا القضيه ديال الشارع وديال المقاهي وغادي نمشيو نحطوه في دوره ديال البلديه وتناقش امام الراي العام؟ هذا استهزاء بالدور ديال البلديه، هذا استهزاء من الدور ديال المؤسسه اللي كطالب اللي المفروض عليها تخدم الشان العام ماشي تقاطع الشان العام. واحد الجمعيه كنلقاوها خدامه ونبقاو نعرقلوها. هذا الموضوع كنتمناو ان المجلس الاعلى للحسابات يجي لبن طيب ويراقب هذه الجمعيه هذه ويراقب حتى البلديه في التعامل ديالها مع الجمعيات. هذه مساله. ما يتعلق بالدور ديال البلديه والطريقه ديال الاشتغال ديالها، حنا تعودنا في هذا العهد ديال المجلس الفضيلي وديال القديري على انه كاين صراع ديال الشارع
المجلس.